الطعميه المحرمه زينا. ايوه اقول له يا عمنا ايه يا وحش في ايه؟ ده بلاوي ونايم يا ريس. تكسب التحدي ولا انا اديكم التعليمات وانت تكسبوني يا ولاد؟ اهلا بك في اكبر تحدي صيد، وتعال نشوف فريق التحدي. يلا بينا. يا ترى العيال دي ناويين على ايه؟ انا اول ما العربية تقف هجري على المية على طول قبل ما حد يسبق. هو انا كل مرة اروح من غير سمك؟ انا لازم اعمل حاجة المرة دي علشان اجيب سمك. انا امكر على وائل اخويا واقعد في الدور بتاعه. ده اللي يفكر يقعد في الدور بتاعي والله لا اعمل معاه كلاش. واقول له ان انا هقعد هنا النهارده وانت تقعد في الدور بتاعي، اللي دوره يشتغل يقعد التاني معاه واضحك عليه المرة دي. احسن حاجة اعمل معاهم اتفاق. بصوا يا جدعان، مش معنى ان احنا عاملين تحدي ان احنا بقى ايه كل واحد هيقول لك يلا نفسي. لا، حلو. امين. انا ما عنديش غمز، انت عندك غمز، تقول لي تعال. اقول لك امين يا كبير. امين. انا عندي شر، انت عندك سمك كبير، تقول لي ايه؟ تعالى يا كبير. تعالى يا كبير. الفاتحه على الكلام ده يا رجاله. الفاتحه يا رجاله. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. يا الله، انت فين يا ابني؟ انت ولا انت هو؟ انتوا بتسبقوا. ابتدت المسابقة وكسرنا الفسفور. ودي أول تطعيمة، وركز معايا في الطعماية عشان في آخر الفيديو هقول لك معلومة مهمة جدا. وهوب توكلنا على الله ورمينا، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. وبعد ما تصلي على الرسول تقول لنا في التعليقات لو عندك فكرة هل القمر بيأثر بالليل في الصيد ولا ما بيأثرش. وهنا بصيت للجردل، بصيت يميني لأحمد، ورجعت التاني بصيت شمالي لعلي. قلت يا ترى مين اللي هيكسب السباق، وقعدت استنى الغماز يتحرك. ومع أول حركة للفوسفور تبدأ المتعة. أبناء الطلبة، يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ الله ينور يا عم سعيد. ومع أول 3 سمكات بدأت أدي التعليمات. البر باليرقات يا شباب. وللأسف الشباب دوخوني ما بينهم من كتر التصوير وهم بيجيبوا سمك. يا بطل في ايه يا بطل؟ هتكسب التحدي ولا انا اديكم التعليمات وانت تكسبوني يا ولاد؟ ده تقال قوي. الله عليك يا تقيل. يلا. الواد ده باينه هينجح ولا ايه؟ وجي الدور على أحمد هو كمان. اشمعنى هو؟ ايه يا عم احمد؟ يا ابن المحظوظ يا فوزي، ده زمنه هايص. وهنا شدت تنهيدة كبيرة وفاجئني بسمكة تانية، وقلت ألعب على مشاعره وارميله كلمتين جايز قلبه يحب. استنى يا مجرم. دوري يا مجرم. دوري. ولو لاحظتم قلت الدوري 3 مرات ولا واخد بالي. مساء الخير يا جماعه. السر فين يا علي؟ انت كلمة السر. رجاء والاستسلام. ورجعت من عند علي كل نشاط، وقلت بقى ارمي شوية علف كده ايه زفر الدور ولم السمكتين الكبار عليك. وفضلت ماسك الكاميرا واستنى الغماز يتحرك من مكانه. بعد التصفيرة دي ولا حياة لمن تنادي. وبعد ما يئست قلت مش هصور، وحطيت التليفون قدامي. يعني تيجي في الغمزة الحلوة وما اجيبهاش؟ الصلاة على النبي.
الله. واللي يقول لك مفيش سمك في الشتاء تاني مرة كده تاني مرة تقول له ايه؟ ما تزفرش على البار. ماشي. الكع ورمي في النص. ودي كانت نصيحة كبير صيادين الترع في محافظة الدهلية وفي المحافظات المجاورة. الله اكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ وعلي على الشمال مش راحم، واحمد على اليمين مش عاتق. سامعك يا احمد، سامعك يا مجرم. وبدأت أفكر بصوت عالي وأقول إيه يا جدعان، أنا قاعد الناس في دوري وأقعد أنا أتفرج عليهم ولا إيه؟ إيه الحكاية؟ إيه السمكة اللي في الجردل ديت مش هنخويها ولا إيه؟ يا مسهل يا رب، ابعت يا كريم. ايه الحلاوة دي، ايه الطعامة، ايه. وهنا الدنيا بدأت تتحرك شوية والغمزات بدأت تتظبط، بس مش ده اللي كان متوقع يعني. وقلت اعمل ان انا بصور الواد علي واشوف اخباره ايه عشان خاطر المسابقة، ورحت ابص عليه بصة. شعرنا يا علي، شعرنا ايه؟ شعرنا يا علي. اللي يشتغل بالطعمية المحرمة زينا ايوه اقول له عم حبيبي. كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى. لا كمان واحد. كفاية بقى. لا كمان واحد. وبعد الطلعة دي بقيت رئيس حي الشر في الترعة زي عبد عظيم. عبد عظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. بعد ما السمك الصغير هجم عليا قلت اهرب منهم، وبالذات بعد الغمزة اللي جاية دي قلت لا ما بدهاش، انا انقل دوري. بس للاسف بعد فوات الاوان. ولو وصلت معايا لاخر الفيديو انت من متابعين مميزين، ولازم تعرف السر في قلبشو يا جماعة. اللي عايز يروح المكان ده الفرق في الطعماية. خد معاك الطعمية السوداء، بلاش الحمرة، بلاش الحمرة، لان الحمرة ما بتاكلش في الترع ديت زي السوداء. واحمد اخويا اللي خلاه خد احسن سمك واكبر سمك انه كان شغال بالطعمية السوداء اللي كانت باقية معانا من الاسبوع اللي فات. وتحياتي للجميع، كان معاكم اخوكم وائل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. احمد المتسابق الاول. احمد وانت كنت ماسك السمك الكبير كله في الدور عندك. حلو يا باشا، الصلاة على الحبيب. ماشي، احنا هنسيب الحكم بقى للمتابعين. يا احمد ما عادش محتاج حكم. احمد بص لي يابا. احمد 30 سنة، حرام دوار صيد قديم. ما شاء الله. خش على علي. علي تهرش في راسك ليه؟ علي 25 سنة، يستخدم بعض الطعوم المحرمة دوليا. تهرش في راسك ليه؟ لا مش بطال يعني. بالراحة، دي لسه طالعة. ما شاء الله. علي لا ده انا جنبكوا صفر يا ولاد. الصلاة على النبي. ما شاء الله. خش يا احمد واكشف جردل. العبد لله وشعاره يا بخت من بات مظلوم. فاضي كله. شيل الجردل الثاني. محمد المهدي في عز ايامه. لا انا كان حظي النهارده وحش، حظ قليل. يلا هات الثلاثة جنب بعض. هات تكشفه. احمد شغل. احمد يكسب ولا علي؟ انا يا عم. ها؟ الناس اللي هتقول احمد بتاع كلكع ورمي في النص. هو بصراحة علي بتاع الطعمية المحرمة. الطعمية المحرمة دوليا. ها؟ قوم بقى اقف بقى. ها؟ يلا الله يوسع عليك.
طيب ما قلتش احمد بيضحك علينا. خد السمك الكبير كله عنده في الكفار وسايبنا. يا ده اصبر يا عم، يلا حط